السلام عليكم الناس الكل، في قناتكم مستر سايبر نت. انا هادي وهذه قناتي مستر سايبر نت اللي نحكي فيها في كل ما يخص السايبر سيكيورتي والسلامه المعلوماتيه بالدرجه التونسيه وبطريقه مبسطه ومزيانه على الاخر. كبلاك هات، وايت هات، والا بال تيستر، باش تجيك فتره من الفترات والا تاسكس والا شيفت انك تحاول تدخل للنتورك ولا تحاول تهاكي النتورك. باش نفهموا كيفاش تصير العملية بالضبط كالعادة باش نحاول نفسرها لكم نظريا ومن بعد نفذوها تطبيقيا. عندنا الواي فاي متاعك والا الواي فاي متاع الكومباني والا البلاصة والا الفيكتيم متاعك جلوبالمون، وعندك في النيتورك هذيك فما كونكتورز اللي هما عباد اللي عاملين كونيكسيون ولا اللي مكونكتين على الواي فاي جلوبالمون. فخلينا نفهموا أكثر طريقة سبيسيفيك أكثر. ألور باش تصير أنت كونيكسيون بين الديفايس متاعك والواي فاي تم حاجة اسمها الهاند شيك، هي تصير عن طريق إنه التليفون متاعك ولا الديفايس متاعك يحاول يعمل كونيكسيون على الراوتر يرجع ريكويستس 4 تايم، معناتها 4 مرات تصير ريكويست ريسبونس اللي هو باش يعطيك في الاخر الكي هذاك تنجم تكونيكتي بيه، تنجم تعمل كونيكسيون على الواي فاي بميثود تكون سيكيور. فما حاجه اسمها الهاند شيك اللي هي كيما الكونفنسيون بيناتكم ولا الاتفاقيه بين الراوتر والديفايس نتاعك. فالهاكر شي يحاول يعمل لنا بالضبط، الهاكر باش يحاول ياخو اكل هاند شيك هذيك عن طريق شنو؟ عن طريق اذا كان انت مثلا في الراوتر عندي مثلا 5 من الناس مكونكتين عليه، فاش باش يعمل بالضبط؟ باش يحاول يعمل ديكونيكسيون، يكيلي يعمل كيل لكن ولا ديث لكن الديفايس ذاكوما باش يعملوا ديكونيكسيون على الواي فاي، ويبقى يستنى في اول ديفايس تعاود تعمل كونكشن وبالطبيعه باش تاخو باش ينجم يسرق منها الهاند شيك. ومن بعد ما ياخذ هاند شيك باش يجرب عليه حاجه تشبه ولا هي بروت فورس او كراكينج نتاع الباسورد جلوبالمون، باش يحاول يعمل وورد ليست فيها لي باسورد اللي نجم يكونوا منهم الباسورد نتاع الفيكتيم نتاعها ولا في الاخر نتاع الواي فاي هذيك، وباش يحاول يعمل كراكينج للباسورد. بالطبيعه لنا فما برشا تولز، حرفيا برشا لوت اوف تولز اللي نجم تعمل الحاجه دي كيما واي فاي اير كراك ان جي، برشا تولز تلقاهم على جيتاب والا تلقاهم ديجا انستالي في الكالا لينكس. جوست حبيت افسر لكم حكايه الهاند شيك كيفاش تصير بالضبط ولا نتعداو لتطبيقي. الور باش نمشيو لنا كالعاده سي الكالا لينكس باش نمشي نعمل اف config. كالعاده عندنا الدبليو لان متاعنا اللي هي الكارد متاعنا او النتورك كارد متاعنا اللي فيها وبيان تدعم المونيتور مود. باش نمشيو لنا اول حاجه باش نشوف شنو هي الواي فاي باش نتاكيه اللي هو فيكتيم بانك لنا. باش نمشي لنا عندي حاجه حضرتها اسمها او بيان هي الورد ليست جلوبالمون. كي نحكي لولاد وورد ليست خاطر برشا عباد تجي تسالني ولا تسأل ولا مش فاهم مش معناتها وورد ليست، راهي ما يش باسورد ولا زوز ولا 3 ولا 20 ولا 100، راهي توصل حتى الآلاف الباسوردات. الور باش نمشي نعمل لنا مايكرو باس دوت تي اكس تي ولنا هذه القائمه نتاع الباسوردز اللي عندي ولا الورد ليست نتاعي نتاع الباسوردز اللي انا تخيلتهم ينجم يكونوا هما الباسوردز نتاع الفيكتيم ولا الباسوردز نتاع الواي فاي نتاع الفيكتيم جلوبالمون، ولا فيها تقريبا 3722 باسورد. باش نستعمل تول اسمها واي فايت. واي فايت داش داش ديكت ذات مين الورد ليست اللي باش تستعملها اللي هي دوت سلاش باس بوان تي اكس تي داش داش كيل. الكيل هذه باش تعمل الديث للديفايس ولا للكونكتد ديفايس اللي مكونكتين على الراوتر جلوبالمون، نكيليهم ذات مين ديث، معناتها نعمل لهم ديكونيكسيون ونستنى باش يعملوا الهاند شيك مره اخرى. ركزوا معايا باش يصير بالضبط. قالك option kill conflicting process enabled. الكيل enabled using word lists pass.txt for cracking، وعندي لنا using WLAN 0 mon already in monitor mode اللي هي الكارد متاعي already in المونيتور مود. توا انا خرج لي 2 واي فاي ولا 2
SSID اللي هما في الاخر 2 نيتورك ولا 2 راوترز اللي هما الفيكتيم بانك والTT 6868. سو انا باش نختار واحد اللي هما لنا النيم اللي هو متاع الفيكتيم بانك باش نكليكي على اونتري. سو لنا اش باش يصير بالضبط، ركزوا معايا. فيكتيم بانك WPA handshake captured listening client. so عندي client لنا connected so broadcast كذا كذا etc. so ايش بيصير طب بالضبط؟ باش ناخو كالعادة الديفايس نتاعي لأن اوبا صار دي كونيكسيون وعاود كونكتا في نفس الوقت اللي حليت فيها انا الديفايس. سو دخل في الكراكينج نتاع الباسورد. سو خلينا نفسر لكم تو ايش صار بالضبط. فيسا سو لنا بدا يعمل في الهاند شيك، بدا ديتكتي في الهاند شيك، كابتشري في الهاند شيك، دي كونكتا الديفايس نتاعي لنا اللي هو التليفون هذايا اللي هو الكونكتد على الراوتر على الواي فاي هذا جلوبالمون. فصار بالضبط دي كونكتاني اوتوماتيكمون الديفايس عملت ريكونكت على الراوتر ولا على النيتورك هذيا، فهو عمل كابتشر الهاند شيك. بون سجل الهاند شيك في الاخر في #s/handshake victim وعطاها normal business ID والدات جلوبالمون. الور ومن بعد بدا يعمل في اناليز للهاند شيك اللي جلوبالمون اللي خذاها. ف بون بدا يعمل في الهاند شيك، بدا يعمل في الاناليز جلوبالمون. بعد دخل في الكراكينج نتاع WPA handshake running بالirecrack NG with pass.txt word lists. جلوبالمون اي تول نتاع كراكينج ولا نتاع واي فاي كراكينج جلوبالمون راهي باش تكون مبنيه على حاجه اسمها ولا على تول اخرى اسمها الايركراك NG اللي هي ديجا تول موجوده في الكالي لينكس. ف بون نجمو نستعملوها بات هذه اسهل شويه انه بالواي فاي تكون العمليه اسهل شويه. بات هذه يزدك كيف الايركراك NG والايركراك جلوبالمون. فصار بالضبط نكملو cracking WPA handshake. عطاني البروجرس وصلنا 93.90%. وش صار؟ cracked WPA handshake وعطاني الباس اللي هو PSK ولا الباسورد اللي هو bank test hack. الاكسس بوينت victim بون في الاخر عطاني مجموعه من الانفورميشنز لنا اللي هما الاكسس بوينت نيم، الفيكتيم بانك، البي اس اس اي دي نتاعها، الانكريبشن نتاعها، وعطيني الهاند شيك ونسجلها، الباسورد والكراكد بوان جيسون. في الاخر قال لي عملت لك سيف للريزلت نتاعك في الكراكد بوان جيسون اللي كان نمشي لنا تنلقاو لنا كراكد بوان جيسون لنا كان نعملو كات للكراكد بوان جيسون تنلقاو الانفورميشنز اللي لقاهم جلوبالمون في ولا الكراكد ديفايسز اللي عندي هما دروا 3 تايمز ولا 3 مرات عاود نفس الاتاك جلوبالمون. فوالا ولنا سيفيلي الكابلت والا البوان كاب فايل والا الهاند شيك سيفها في الهاش اس باش في صورة ما حتى ولو ما نجمتش المرة دي ولا الورد ليست كانت ضعيفة باش انك تلقى الباسورد، نجم تستعمل الهاند شيك مرة اخرى ولا تجيب باسوردز ولا الورد ليست تكون تجيب وورد ليست اخرى وتستعملها جلوبالمون سيدي هاش اس ولا عندك الكابلت هذه اللي جلوبالمون نجمو نحلوها بال النورمال تحل بالواير شارك. فايش نجربوا نحلها بالواير شارك ونشوفوا شنو فيها بالضبط. فوالا باش نمشيو لنا عندي الهاش اس كما حكينا وفوالا الكابلت. باش نعمل open with wire shark سي ديجا تحل بالواير شارك. فوالا هذه باش تكون الهاند شيك باش تكون الفورم هذه جلوبالمون. فوالا هي عبارة على باكيت ولا اللي هي جلوبالمون هي الهاند شيك عبارة على باكيتس معينة بي اس اس اي دي اتسترا يقول لنا وين يلقى الايركراك NG جلوبالمون الباسورد متاعي والا وين يلقى
الباسورد ويعمل كراك من بعد ليه، اللي هو الفلخ كريبتد باسورد باش يكون في الباكيت جلوبال ولا في الهاند شيك هذه جينيرالمون. الور فيديو اليوم يفحد لنا. thank you for watching and ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وكومنت، تستنانا في الفيديو الجاي. peace out.